سمحتي عايزك تترجمي الكلام اللي هقوله ده حرفيا لسيادتك. بنلاحظ كتير لما حد بيتصاب اصابه كبيره زي اللي بعد الشر كده يدخل في رجله حاجه معدن او حديد او ازاز او اي حاجه، يلاقي بقى اللي يشيل الجزء المعدني ده من الجرح ويبدا يربط ايده عشان يوقف النزيف. طبعا دي من اكبر الاخطاء اللي ممكن يعملها. تعالى اقول لك في الحاله دي تعمل ايه. مش من الذوق انك تسيب حد وهو لسه بيكلمك. عادي يا همام، يعني الراجل ما غلطش، ما قالش اي حاجه. لا غلط. مبدئيا لازم تخلي الشخص المصاب ده يحافظ على هدوءه جدا، ما يحاولش يجي على الجزء المصاب ده خالص، لانك بمجرد ما تشيل الجزء المعدني ده النزيف هيزيد جدا. حاول بسرعه كمان انك تروح المستشفى، لان هم في الحاله دي هيقدروا يتعاملوا صح. لو قدامك شخص اتصاب بجرح والجرح ده بسيط، تعالى اقول لك تتصرف معاه ازاي. اول حاجه لازم تتاكد من ان الجرح ده ما فيهوش اي شوائب زي التراب او الازاز او اي ماده فيها ضرر، وده بيحصل بانك بتنظف الجرح الاول بقطنه فيها ميه دافيه، وقبل ما تبدا تحط ايدك على اي جرح تبدا معقمها كويس جدا. بعد كده تبدا تحط مواد معقمه بقى زي اليود او الكحول او زي اللي بنسميه كده السبرتو، وطبعا محلول اليود افضل بكتير. وبعد كده بتبدا ان انت بالراحه تلف الجرح بالشاش، وكمان تتاكد انك مغطي كل حته فيه. الافضل كمان لو تخلي المريض رافع ايده لفوق لو هو متصاب مثلا في ايده او كتفه او حتى رجله، علشان نقلل من تدفق الدم للجرح وما يحصلش نزيف. شوف تاج السيره يا لطيف. ولو حصلت لك اصابه كبيره والنزيف كبير، اربط من تحت الجرح برباط ضغط علشان تقلل من تدفق الدم للمكان المصاب، بالتالي النزيف ان شاء الله هيقل وبعد كده هيقف. اهم حاجه حاول لو الشاش اللي انت مستخدمه على الجرح اتملى دم بلاش تشيله على طول، لانك بكده بتفتح الجرح من تاني، ولكن اربط عليه شاش جديد عشان يحصل تجلط للدم والنزيف يقف ان شاء الله. بكده تكون خلصت معلومه النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتك. استنونا في خرافات وحلقات جايه كتير، وسلام عليكم.